ولا على باله. يعني النادي الاهلي عامل مصيبه وعامل كارثه لدرجه ان الاتحاد الافريقي طلع قالها خلاص، قال لك لا لدوري الابطال بدون النادي الاهلي، والنادي الاهلي ولا على باله. وانت يا عم الاهلي عامل مصيبه، يعني انت مش شاغل بالك وشاغل الاتحاد الافريقي والناس اللي شغاله في الاتحاد الافريقي والكاف بان هم لازما يخلوك تشارك في بطوله دوري الابطال، لان الناس بتقول دوري الابطال بدون النادي الاهلي ولا حاجه. لا لدوري الابطال بدون النادي الاهلي. وصلوا على النبي، قولوا عليه الصلاه والسلام. اعمل لايك، اعمل شير الحلقه دي. تعال نبدا حلقتنا كده بالصلاه على النبي. وعايز اقول كلمتين كده بحق الله، ومحدش يزعل من اخواتي الزملكاويه بامانه الله، لان اللي انا هقوله ده بيحصل على ارض الواقع. ليه؟ انا بحس ان مسؤول الزمالك ما عندوش دم. ليه بحس ان مسؤول الزمالك ما عندوش احساس، مش عايش معانا؟ حبيبي، انت عارف ان كارت فيزا لاكي بلس بيدي كريدت لاي حد يقدر يشتري بيه كل اللي هو عايزه؟ يا سلام. فترة سداد دي فترة سداد معانا. ليه بدأت أحس إن إحنا يا جماعة بقينا إلا. إحنا بقينا إلا، مش متشافين، شفافين مش متشافين والله. ليه؟ لأن في نفس الوقت اللي هنا أبو ريدة واتحاد الكورة بيسعوا عشان يحلوا أزمات الزمالك في ال 18 قضية أفليكيد، ودي مصيبة أصلا يعاقب عليها القانون والله. 18 قضية غلق كيك كده وتعدي، دي جريمة يعاقب عليها القانون في حق الرياضة المصرية. ان انت اول نادي في العالم يبقى عليك كمية غلق القيد بالطريقة دي، 18 قضية غلق قيد بحكم محكمة رياضية دولية. ولكن في ظل الوقت اللي هنا أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري بيسعى عشان يخدم الزمالك، رئيس الاتحاد الافريقي يا سيدي بيسعى هو كمان عشان يخلي الاهلي يشارك في بطولة دوري الابطال. يعني لان الناس عارفه، مش حبا في الاهلي، خلي بالك. اوعى تفكر ان الاتحاد الافريقي بيحب الاهلي وعاشق للاهلي وان هو مدمن الاهلي، لا، ده هو عايز اسم الاهلي بس في البطوله. عاوز اسم الاهلي في البطوله، لان الناس اللي هتنظم البطوله واللي هترعى البطوله قالت لك لا، احنا مش هنقدر نحط فلوس في البطوله طالما الاهلي مش موجود. تخيل يعني انت يا عم هاني عمال تسعى كل السعي عشان نادي الزمالك، والزمالك اصلا مش في بال الاتحاد الافريقي. ده اللي في بال الاتحاد الافريقي هو النادي الاهلي. يعني نادي بيمثلك انت مش عايزه يروح. بجد الناس بتقول لك احنا عايزين ده، لان المنظمين والرعاه عايزين ده. احنا عايزين من ده يا حزنبل، في من ده يا حزنبل، في شغل، في انتاج، في مكن اي تي ام هيعد فلوس. مفيش من ده يا حزنبل، ما تجيبليش التاني، مش عايز حد هنقفلها. الاهلي هيقفل افريقيا يا جماعه، بطوله دوري الابطال الاهلي خلاص هيقفلها. ليه؟ لان الاهلي بقى صاحبها. يعني المفروض تتسمى بطوله دوري ابطال النادي الاهلي. انا ما بهزرش والله يا جماعه. الناس طالعه في الاتحاد الافريقي تقول لك لا لبطوله دوري الابطال بدون النادي الاهلي، واحنا هنا بناخد الطين عشان الزمالك يروح يلعب في بطولة دوري الأبطال، والناس في اتحاد الكرة سايبة كل شغلها وموقفة حياتها ودنيتها عشان الزمالك يروح يلعب في دوري الأبطال عشان يطلع من المجموعات، عشان نطلع من المجموعات. تخيل يا جماعة، علموا عيالكم الصغيرة سواء كنتوا زملكاوية أو أهلاوية أو أيا كان انتماءاتكم إيه، أهم حاجة تكونوا مصريين. علموا اولادكم واخواتكم الصغيرين اللي بدأوا كده، يعني خلاص بدأوا يشجعوا كرة وبقى عندهم وعي. علموهم ان نادي الزمالك نادي كبير، نادي عظيم، نادي قوي. وعايزك انت كمان وانت بتعلم ابنك او اخوك تتعلم حاجة، ان كل قوي في اللي اقوى منه، وكل عظيم في الاعظم منه، وكل حلو في الاحلى منه، كل حاجة لها الاحسن منها اللي هو النادي الاهلي. يعني نادي الزمالك نادي كبير، نادي عظيم، نادي قوي. في بقى الاهلي اللي هو اقوى من الزمالك. علموا بقى اولادكم كده ان الزمالك نادي كبير، نادي عظيم، نادي قوي جدا. في بقى الاقوى بقى من الزمالك اللي هو النادي الاهلي، وكل قوي في اللي اقوى منه، وكل كبير في اللي اكبر منه، وكل عظيم في اللي اعظم منه. والعظمه لله وحده. هنتكلم كوره.
انا عايزكم تعلموا اولادكم كده ان الزمالك مش نادي قليل وعيب اللي بيحصل فيه. ونادي الزمالك نادي محترم وقوي ونادي ما شاء الله عنده شعبيه جماهيريه، بس في نفس التوقيت علمهم ان برضه كل قوي في الاقوى منه وكل كبير في الاكبر منه بالبطولات، مش بالكلام، مش بالحب، مش بالعاطفه. مش هنطلع نرص لعيالنا كلمتين ان الاهلي نادي الدوله وان الاهلي بيتجامل تحكيميا وان الاهلي هو اللي واخد مكان نادي الزمالك وهو اللي واكل لقمتي ولابس لبسي. مفيش الكلام ده. الاهلي ما شاء الله لو كان بيكسب في الدوري المصري بالتحكيم، طب ازاي بيكسب في بطوله دوري الابطال اللي انت بتطلع منها من المجموعات؟ يا جدع ده الاهلي لعب بدوري الابطال اللي دخلت. الاهلي مسك انديه دوري الابطال والله العظيم 3 خدها رايح جاي غسيل ومكوى. الاهلي مش لاقي حد اصلا يلمه في القاره. هتقول لي بقى له سنتين، اقول لك الله. طب وال5 سنين اللي قبل السنتين؟ طب وال12 بطوله؟ يعني فارق عن اقرب منافس ليه ب7 بطولات، يعني ب700 سنه. يعني ب700 سنه. طيب قبل ما نروح لخالد الغندور وبعض الحكاوي ونروح كمان لأزمة اللاعب المصري أو لاعب منتخب مصر مع الفتاة الإيطالية، عايز أروح لحاجة مهمة جدا وعايز أسمعها لك عزيزي الزملكاوي قبل الأهلاوي. سمعك مفاجأة أو هقول لك على مفاجأة. بص يا سيدي، تخيل إن اتعمل إحصائية من وكالة اسمها من ماركا الأسبانية. اتعمل إحصائية من ماركا الأسبانية عن أكتر نادي حصولا في البطولات أو حصولا على البطولات في العالم من ساعة دخول تقنية الVR. تخيل مين أكتر نادي حصل على البطولات من ساعة دخول تقنية الVR أو في عهد الVR أو من أول ما تم إنشاء الVR. تخيل مين لحد النهاردة؟ تخيل مين كده؟ هو النادي الأهلي المصري. جماعة ماركا الأسبانية عملت تقرير كده صغير على أكتر نادي حصل على ألقاب قارية ومحلية من بداية استخدام تقنية الVR. طلع النادي الأهلي واخد 20 بطولة، رقم 2 البايرن 18 بطولة، رقم 3 مانشستر سيتي 18، ريال مدريد 17، باريس 15، الهلال السعودي 15، اولمبيكوس اليوناني 14، بالميراس 13، بورتو 13، الترجي 11. طب فين الزمالك؟ تخيل الأهلي رقم 1. الاهلي رقم 1. ما عشان كده بقول لك علموا اولادكم ان الزمالك نادي كبير وعظيم، بس اوعى تنسى تعلمهم ان في اكبر واعظم منه اللي هو النادي الاهلي، اللي هو واجهه للرياضه المصريه والعربيه والافريقيه. تعال بقى عزيزي المتابع نروح بقى ايه للحاج خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق اللي طلع فجر عن مفاجاه قويه جدا على صفحته. وده مش كلام، ده خالد الغندور طلع قال لك امبارح الساعة كام؟ الساعة 4 الفجر. طلع قال لك رسميا آخر ميعاد للرخصة الأفريقية للأندية المشاركة في البطولات الخاصة بالكاف هيكون يوم 30 يونيو بإذن الله تعالى، تقريبا بعد 32 يوم من النهارده. وإن شاء الله الزمالك يكون مظبط أموره وفتح القيد ودفع الفلوس. لو كلامه صح يبقى هنا بريدة أجل الموضوع لشهر. تخيلوا بدل ما كان هيبقى 30 مايو هيبقى 30 يونيو، يعني 30/6 مكان 30/5. ويجي واحد يقول لك إن النادي الأهلي نادي الدولة، ابن الدولة. دولة، ابن المنظومة الأفريقية، ابن الكاف يا جدع. لما هو ابن الكاف يا جدع طلع ليه على ايد الترجي وما انحسبلوش ليه ركله جزاء هناك في رادس وبيتظلم تحكيميا ليه؟ والتحكيم بيجي عليه ليه؟ لما هو ابن الكاف ما هو يقعد في بيته ويكسب، هيروح يلعب ليه اصلا؟ هيعمل صفقات ليه؟ لما هو ابن اتحاد الكرة المصري
محمود وفا ما حسبش ركله جزاء ليه للاهلي امام سيراميكا، مع ان نفس اللعبه في منتخب مش عارف كان في افريقيا للشباب. جت واحده شبيهه لنفس بتاع